أهلا بكم عشاق الساحرة المستديرة. جولة ثانية مليئة بالإثارة والدراما الكروية في كأس العالم 2026. 8 منتخبات عربية تحمل آمال الملايين، وفي الجولة الثانية رأينا الوجه المشرق للكرة العربية بانتصارات تاريخية، وواجهنا أيضا صعوبات وتحديات قاسية. دعونا نأخذكم في رحلة سريعة لملخص ما قدمته المنتخبات العربية في هذه الجولة الحاسمة. نبدأ جولتنا من المجموعة الثالثة، حيث واصل المنتخب المغربي عروضه القوية بفوز ثمين على اسكتلندا بهدف نظيف سجله النجم إسماعيل سيباري بعد 70 ثانية فقط من البداية، لكون من أسرع أهداف المونديال. الفوز وضع أسود الأطلس في موقف ممتاز للتأهل. المجموعة السابعة حقق المنتخب المصري فوزا رائعا وحاسما على نيوزيلندا ب3 أهداف مقابل هدف، لينتعش أمال الفراعنة في التأهل بعد تعادلهم الافتتاحي مع بلجيكا. فوز الفراعنة في هذه المباراة يضعهم على خطوة من الدور القادم. كما حقق المنتخب الجزائري ريمونتادا مثيرة وفوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على نظيره الأردني في القمة العربية التي قيمت يوم الثلاثاء على ملعب سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026. هذا الفوز أعاد إحياء آمال محارب الصحراء في التأهل بعد خسارتهم الافتتاحية، بينما ودع المنتخب النشامة منافسات المونديال رسميا من دور المجموعات بعد تعرضه للخسارة الثانية تواليا. وفي المجموعة السادسة تلقى المنتخب التونسي خسارة ثانية تواليا أمام اليابان ب4 أهداف دون رد في مباراة الألف بتاريخ بطولات كأس العالم، ليودع نسور قرطاج البطولة رسميا. أما عن المجموعة الثامنة، اصطدم المنتخب السعودي بالعملاق الإسباني، ورغم المحاولات تلقى الأخضر خسارة قاسية ب4 أهداف نظيفة، ليتأجل حلم التأهل إلى الجولة الأخيرة في صدامه الحاسم مع الرأس الأخضر. كما تلقى المنتخب القطري خسارة قاسية وصادمة بنتيجة 6 أهداف أمام منتخب كندا في الجولة الثانية عن المجموعة الثانية، والتي أقيمت على ملعب BC Place بمدينة فانكوفر الكندية. شهدت مباراة أحداث درامية حولت اللقاء إلى مواجهة كارثة للعنابي، حيث أكمل المباراة ب9 لاعبين فقط. عن آخر لقاء عربي، خسر المنتخب العراقي ب3 أهداف أمام نظيره الفرنسي في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلادلفيا ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026. كما شهد اللقاء واقعة غريبة ونادرة، حيث توقفت المباراة لأكثر من ساعتين بين الشوطين بسبب عواصف رعدية شديدة واقتراب الصواعق من أرضية الملعب، قبل أن تقرر الفيفا استئناف اللقاء بعد زوال الخطر. هكذا انتهت إذن الجولة الثانية. فرحة مغربية مصرية وجزائرية تقرب هذه الفرق من الدور القادم، بينما تنتظر باقي المنتخبات مباراة الفرصة الأخيرة في الجولة الثالثة. كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، والجولة القادمة ستكون هي الحسم. شاركونا في التعليقات، ما هو تقييمكم لأداء منتخبكم العربي المفضل في هذه الجولة؟ وهل ترون أن أسود الأطلس أو الفراعنة قادرون على الذهاب بعيدا في هذا المونديال؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.